مقبرة محو من أجمل وأكمل مقابر الدولة القديمة في سقارة، والتي لا تزال تحتفظ ببهاء ألوان مناظرها الرائعة وكثرة التفاصيل في المناظر. وقد عاش في عهد الملك بيبي الأول، حيث كان يحمل 48 لقبا نقشوا على حجرة دفنه والتابوت الخاص به، ومن أهمهم رئيس القضاء ووزير والمشرف على كتبة وثائق الملك ومشرف على مصر العليا وحاكم الإقليم. اكتشف مقبرة محو الأثري المصري زكي سعد بمنطقة سقارة الأثرية. تقع المقبرة جنوب السور الجنوبي لمجموعة هرم زوسر المدرج، وتبلغ مساحتها 512 متر مربع. أهم المناظر التي صورت على الجدران منظر لصاحب المقبرة يصيد الطيور بعصا الرماية والأسماك بالحربة بالأحراش، وهو من المناظر التي تدل على نفوذ صاحب المقبرة والذي حرص على نقشه في الحجرات الأولى والأقرب لرؤية الزوار، بالإضافة إلى منظر الزراعة من بذر وحصاد وتزرية. ومنظر صيد الأسماك بالشبكة الكبيرة، ومنظر الطهي وصناعة البيرة، والموسيقى والرقص الأكروباتي، والذي لم يظهر هذا النوع من الرقص في سقارة إلا في الأسرة السادسة فقط. مقبرة محو تضم حجرات دفن لابنه ميري رع عنخ وحفيده حتب كا الثاني، بالإضافة إلى نقوش تعبر عن زوجاته الاثنتين. كما يمكن الوصول إلى حجرة دفن ميري رع عنخ ابن محو عبر بئر خلف حجرة الباب الوهمي الخاص به. وكان يحمل ميري رع عنخ 23 لقبا حفروا على جدران غرفة الدفن والتابوت الخاص به. أهمهم رئيس قضاة ووزير وحاكم إقليم بوتو ومشرف بيت العمالة. أما حجرة دفن حتب كا الثاني حفيد محو والذي عاش في عصر الملك بيبي الثاني، قام بنقش بابه الوهمي في حجر بهو الأعمدة الخاص بمحو. ووجد عليها نقوش 10 ألقاب يحملها حتب كا الثاني، منها رئيس قضاة ووزير والأمير ومدير القصر وحامل أختام ملك مصر السفلى.